سلام الله عليكم. كيبدا الفيلم ديالنا بقافله ديال عرس والعريس غادي يتزوج بنت زوينه سميتها دولي، ووحده واحد جالس سميتو لانج هو المساعد ديال بطلنا المغوار اللي سميتو اومي. كيقول ليه هاد العرس ما غاديش يكمل الا كنتي بصح كتحب مراتك وتخاف عليها خاصك تسيبها دابا. العريس كيبقى مصدوم وكيحسبو غير لا معاه، لكن لانج كيخرج السلاح ديالو وكيبدا يطلق رصاص على القافله باش يفهموا باللي راه ما كيهضرش بالضحك. ساعتها العريس كيهرب من البلاصه وكيخلي عرسو بالكامل، ولانج كيقول ليه ان اومي هو اللي بعث الناس يخطفوا دولي. وجهه اخرى لانج كان مع صاحبو كيسو زوجهم مساعدين ديال اومي. هنا كيوصل سانغ بواد ديال دولي هو شاعل بعصبيه وكيسول على بنته. هنا كيدخل بطلنا المغوار اومي الراجل اللي كيحل اي مشكل، كيجي بكل هدوء وكيقول هاد الصداع كامل سينك هينو كيعايرو بمو وكيقول ليه انت عبد عندنا كيفاش تجرأتي وخطفتي بنتي. فاومي كيرد عليه بكل بروده هي اللي خطفات قلبي قبل. سينك كيرفع السلاح في وجه اومي وكان غادي يقتلو، ولكن في هاد اللحظه كيجي اتصال من زعيم المدينه كامله وكيقول لهم تهدنوا شويه. وانت يا سينك شنو هاد الهضره؟ جلال الدين قرب يوصل للمدينه وبغيتك تركز معاه وغدا خاصك تجي للسجن. وثاني نهار كيمشي لعندو. هنا كنعرفوا بلي هذا الراجل عنده كلمه في البلاد وكيتحكم فيها حتى هو داخل الحبس. سينك كيبدا يبكي وكيقول لي بنتي الوحيده غادا تضيع مني. ومن بعد اومي المجرم خطفها. فالزعيم كيرد عليه انا عارف اومي ماشي ديال البنات، اللي دار راه غريب بزاف. وكيقرر يجيبو باش يفهم شنو وقع بالضبط. كاين اومي كيجلس قدامهم وهو واثق من راسو وكيقول انا عمري لعبت ببنات الناس، حنا بجوج كنحبوا بعضياتنا والا ما صدقتيني سولوها، واذا قالت غير هذا الكلام نبقى عند باها عبد لطول حياتي. فكيجيبوا دولي وكيجلسوها قدامهم وكيقولوا ليها واش شي حد فرض عليك هذا الزواج؟ لكنها كتنفي كلشي وكتقول انها كتحب اومي من زمان ومن بيناتهم بقيت قصه حب طويله. ومنين باها اختار ليها راجو ما قدراش تقول ليه لا، ولكن حتى تعيش معاه ما قدراتش. وهذا الشيء علاش هي اللي طلبت من اومي خطفها باش تعيش معاه وكتعتذر لباها على داك الشيء اللي دارات، ولكن كتاكد ليه هذه حياتي وانا حره فيها. سينك كيتقهر وكيخليها وكيمشي. اما الحكم فكيكون صالح اومي حيت ما فرض حتى واحد على شي حاجه بالغصب. من بعد كيخرج اومي وكيلقى با ديالها وكيقول ليه رد بالك داكشي اللي درتي اليوم غادي يكون عنده اول مسمار في نعشاك وانت غادي تكون السبب في نهايتك. وكيخليه وكيمشي. اما في جاي كيهضر مع اومي وكيقول ليه عرفتكش انك عاشق لهاد الدرجه، المهم دابا ركز مع الخدمه، انا غادي نخرج من الحبس وغادي ندخل انتخابات وبغيتك تمشي دير صفقه مع جلال الدين. وكنعرفوا بلي جلال الدين هو العدو الاول ديالو. فعلا اومي كيمشي مع رجالاتو باش يهضر معاه، ولكن جلال الدين كيرفض يخدع اي واحد وكيقرر يترشح في انتخابات ضد في جاي. ساعتها اومي كيوريه في يدو كيمسك عليه وكيهدو وكيقول ليه الا خرج هذا الفيديو الاعلام كامل غادي يقلب عليك وغادي تخسر الانتخابات. فجلال الدين كيتعصب ولكن ما كيبقاش عنده حل غير يوافق. قبل هذا الشيء كيبقى كيطلق رصاص عليهم وكيسو كيبدا يصفيهم واحد بواحد. وفي الاخير اومي كيوصل جلال الدين، ولكن المساعد ديالو اندو كيحاول يطلق عليه النار غير انه بالغلط كيقتل الزعيم ديالو هو. فاومي كيعطي الفلوس باش يهرب ويختفي وبهذه الطريقه كيقدر يتخلص من جلال الدين نهائيا. ومن بعد كنشوفو في جاي خارج من الحبس ودخل الانتخابات ورباح وقرر يعين اومي نائب ديالو في الحزب. وكيمشيو كاملين للمعبد ياخذوا البركه وقدام الناس كاملين كيعلم باللي اومي هو دراعو اليمين. اما لانغو كيسو كيوقفوا قدام اومي باش يختار واحد منهم يكون الخليفه ديالو، ولكن للاسف كيختار كيسو كيخلي لانغ ما كيصدقش داكشي اللي وقع. وحتى في جاي كيلاحظ هادشي وكيقول اومي ما كانش خاصك دير هاد القرار. اومي كيرد لانغ عاقل وعارف بلي حنا كاملين خوت، ولكن لانغ ما خداهاش بهاد الطريقه ورجع لدارو مقهور. من بعد 15 عام ديال الخدمه اختار كيسو في بلاصتو. وثاني نهار كيوصلوا دولي لدار اومي والناس كاملين كيحتفلوا بهم. وساعتها راجو كيعرف شنو وقع وكيخاف من اومي حيت ولا نائب في البرلمان، وعلى هذا السبب كيمشي يعتذر ليه وكيقول ليه انا اسف ما عنديش دخل في هذا العرس، فها هو اللي فرضها عليا، انا غير جيت نبارك وغادي نمشي، غير الله يخليك ما توقفش تجاره الخمور ديالي وديال بايا. اعتذر ليه وكيمشي، ولكن اومي كينادي عليه وكيقول ليه تسنى خذ كرم الضيافه الاول، بقى معنا 2 ايام ومن بعد سير راه الطريق بعيده. وفعلا كيوافق يبقى معاهم، لكن كيمشي يجلس مع لانغ اللي كيبقى كيتسخر منه حيت كان كيبغي دولي وهي اختارت اومي. في وسط الهضره لانغ كيتفكر حتى هو باللي كان كيبغي اومي كاخ، ولكن اومي اختار كيسو يكون الخليفه ديالو. وسط الاحتفال في الليل كيكون كيراقب كيسو ودولي كيصورهم، وهنا كتجي فكره شيطانيه باش يدمر كيسو اللي خدا بلاصتو. كيمشي عند راجو كيقول ليه واش ما بغيتيش دولي ترجع ليك ونهربها معاك؟ فراجو كيرد والله حتى بغيتها انا باغي كنحبها. فرانك كيوعدو باللي غادي يرجعها ليه. ومن بعد كيمشي يجلس مع الرجاله وكيسو كيجي يجلس معاهم، ولانك كيبدا يمدحو كيقول ليه انا دابا وليت الخدام ديالك حيت انت غادي تولي الجنرال. من بعد كتوصل بيلو حبيبه كيسو كيبداو يرقصوا كيغنيو الناس كاملين فرحانين. اما لانك فاستغل الفرصه وبقى كيسقي كيسو الخمره حتى سكر. ومن بعد كيشوف راجو كيدخن قدام حبيبته وهي كتسعال وكيتعصب عليه وكيبدا يضرب
فيه وكان غادي يقتلو. كيجي واحد يوقفو كيقول ليه راك سكران ما يصحش لك تضرب الضيف، ولكن لان كيتعصب عليه حتى هو كيبدا يضرب فيه. ولولا اومي وصل في اخر لحظه كان قتلو. ومن بعد اومي كيجمع المساعدين ديالو كيسول لانغ شكون الغلطان. لانغ كيقول ليه الخمره هي السبب وحتى انا عندي نصيب من الغلط حيت انا اللي سقيت كيسو هاد السكر. كيطلب يعاقبو هو بلاصتو ولكن اومي كيرفض وكيقول انا اللي غلطت ملي اختارتك. ومن بعد عاد من عيني شويه ما بغيتش نشوف وجهك هاد الفتره. فكيختفي لانغ شويه ولكن هو مع كيسو كيبدا يدس السم في العسل وكيقول ليه دابا حتى واحد ما بقى يقدر يهضر مع اومي. زمان كان كيسمع لينا ودابا لا. ومن بعد مراتو كتسمع ليه دخلها في الوسط، هي الوحيده اللي يقدر يسمع ليها. هنا كيمشي كيسو لدار دولي باش يهضر معاها. ولان كيكون عارف باللي اومي غادي يسافر 3 ايام خارج المدينه، لذلك كيسول دولي تهضر مع راجل عليه ولكن كتقول ليه تعال ندربوا على هاد الاغنيه. وكيبداو يغنيو وفجاه كيوصل اومي بعربيته. كيسو كيهرب بسرعه حيت اومي كان قال ليه ما بقاش يبان ليه هاد الايام وكلشي بسبب لانغ اللي كيقول اومي واش ما كانش هذا كيسو اللي داز دابا. ومن بعد كيحاول يغطيها وكيقول لا لا مستحيل يجي لدارك وانت ماشي موجود. وبهاد الطريقه كيزرع اول بذره ديال الشك في راس اومي. اومي كيبقى حاس باللي كان كيسو هنا ولان كيزيد يشعل مستحيل صاحبي يديرها وكيتصل بشي واحد باش يتاكد ولكن كيقول ليه كيسو ماشي هنا. وهنا لان كيستغل الفرصه وكيقول عمري نصدق كيسو يجي لدارك وانت غايب. وهنا اومي كيبدا يفكر بزاف. ومن بعد كيمشي عند دولي وكيلقاها فرحانه وكتغني. كيسول على كيسو شنو كان كيدير تما ولكن هي كتبقى كتغني ليه برومانسيه. هو كيخرج الفكره من راسو وكيبدا يضحك معاها وهي كتبدا تجري موراه وكيقضيو وقت زوين بجوج. وثاني نهار كيفيق فرحان وهي حداه وكيهضروا برومانسيه وكتقول ليه بغيت نطلب منك طلب. وكيقول لها طالبي اللي بغيتي. فكتقول ليه سامح كيسو هاد المره. هنا اومي كيتصدم حيت اول حاجه تفكرات فيه هي كيسو. كيبدا يشك انها كتخونو معاه. خرج من الدار وهو متضايق وهنا كتنادي عليه مره اخرى وفي الاخير كيوافق وكيقول لها غادي نسامحو قبل نهار العرس. ومن بعد كيجيو الكهنه يحدوا موعد العرس واش هاد الفتره كامله كانت هي الخطوبه. المهم خليونا من النود ونكملوا الحكايه. من بعد ما عرفات ميعاد العرس دولي كتفرح بزاف حيت راجلها غادي يعفو على كيسو قبل العرس. وهنا دخل لانغ وكيقول اومي مراتك فرحانه بعفو كيسو اكثر من كيسو براسو شنو العلاقه اللي بيناتهم. فاومي كيرد كانوا ساكنين في نفس الدوار. لانغ كيرد عليه انا دابا فهمت. اومي كيسولو شنو فهمتي. كيقول ليه والو غير افكار كيدوزو في راسي. ولكن اومي كيصر يجاوبو. فكيقول ليه الصراحه مراتك زوينه بزاف. وكيسو كيحب ديما يلعب بديلو وكانوا جيران اكيد فكر فيها من قبل يمكن دابا يقرب منها اكثر. وهنا كيولي اومي شاك بشكل كبير. ومن جهه اخرى فيجاي كان غادي في الطوموبيل واندو قرر ينتقم منه بسبب موت الزعيم ديالو جلال الدين. كيستغل غياب الحراسه وكيبدا يطلق الرصاص على الطوموبيل ولكن فيجاي كينجو اعجوبه. كيزوروا اومي للسبيطار وكيعرفوا بلي نهايه اندو قربات. فيجاي كيقول ليه مزيان خلص عليه قبل نهار عرسك. فاومي كيتفاجئ وكيقول شكون قال لك الميعاد. فكتدخل دولي وكتقول انا اللي قلت ليه. وكيسو هو اللي جابني حتى لهنايا. هنا الشك كيكبر اكثر عند اومي حيت مراته ولات ديما مع كيسو. بدا كيشوف بلي كاين شي حاجه بيناتهم وكيقرر يغير معاملته معاه وكيخليه غير يوزع دعوات العرس من بعد ما كان نائب ديالو ولا كيعاملو بحال شي صبي. وكيسو كيتضايق من هذه المعامله وكيبدا يتعصب على الناس في الزنقه. هنا كيجي عنده لانغ وكيقول ليه عندي ليك فكره شد اندو وجيبو لاومي ساعتها غادي يفرح بيك ويرجع يعاملك كيف ما كان. لكن باش تنجح هذه المهمه خاصك شخص يساعدك وما كاينش احسن من حبيبتك بيلو هي اللي غادي تقدر توقعو وانت تشدو. انا جيت لك هاد الصور الزوين باش تدي ليها وباينه ليه غالي بزاف. ولكن طبعا لانك كيقول عيب عليك حنا خوت. وكيجي واحد الراجل ويجلس معاهم وكيقول ليه انت اللي غادي توزع دعوات العرس بلاصه كيسو. كيسو كيمشي عند حبيبته وكيعطيها داك الصور هديه وكانت باينه عليه غالي بزاف. كيقول لها هذه اقل حاجه نقدر نقدمها لك وهي كتفرح بزاف. وثاني نهار كترقص في ليله الحنه وكتشعلها حتى كيجي عندها وكيبداو يرقصوا وكيغنيو بجوج والدنيا كلها فرحانه. وفي هذه اللحظه كيوصل اومي مع رجالاته متنكرين في لباس ديال البوليس. واول ما دخل شاف السوار اللي بيلو لابساه. وهنا كانت الصدمه حيت هذا السوار هو نفسه اللي كان عطاه هديه لمراته قبل. وهنا كنكتشفوا ان لانغ هو اللي سرقو باش يوقع كيسو مع اومي. وفي نفس الوقت اومي كيبدا يطلق رصاص على اندو كيهرب والدنيا كتقلب فوضى. وحتى كان غادي يهرب كيسو كيوقفوا لكن اومي كيطلق عليه من اللور وكيطيحوه. من بعد كيرفع عليه المسدس وكان غادي يقتلو لولا لانغ اللي هدنو وقال ليه خلي كيسو يختفي يومين. من بعد ما خدا اومي وبعدوا على المكان وبالليل وما جالسين كيقول ليه داك كيسو ما ساهل جاب سوار غالي بزاف لحبيبتو بيلو صراحه ما عرفش مين جابو. وهذا الكلام كامل بدا كيلعب في دماغ اومي اللي ولا كيشك في كل واحد حداه وكل اللي في بالو
والو هو كلامو على كيسو انها كانت كطلب منه يسامحو ولا حاس انها كتخونو معاه، كيفيقها بطريقه غريبه وكيقول لها علاش ما كتجاوبينيش، وهي كتستغرب من طريقته وكتقول ليه ما سمعش التليفون. كيقول لها جيبي دابا الصور اللي عطيتك هديه ديال زواجنا. كتقول ليه علاش واش ما غاديش نتزوجوا دابا. كيقول لها بغيتو دابا قومي جيبيه، وهي من نبره صوته كتفهم باللي راه معصب. كتمشي كتقلب عليه في كل بلاصه وما كتلقاهش وكتبدا تخاف. كيقول لها اكيد عطيتي هديه لشي حد اخر. كترد عليه انا ما كنعرفش حتى شي واحد نعطيه ليه من غيرك. وكتبدا كتبكي وهي خايفه. هو كيلومها حيت ضيعت هديه الزواج ديالهم، وهنا الشك سيطر عليه بالكامل. ومن تما بقاو ما كيهضروش حتى قرب العرس بايام. وبينما كيوجدوا العرس كيتصل بيه واحد وكيقول ليه ان اندو ما ماتش وغادي يهرب من الهند غدا. اومي كيمشي كيتسناه باش يوقف القطار ويصفيه تما. هو جالس مع لانك كيقول ليه بغيت نعرف الحقيقه واش كاين شي حاجه بين كيسو ودولي. ولانك كيرد بغيت لساني تقطع قبل ما نقول لك شي كلمه. كيبقى يجاوبو من الجواب باش يخلي الشك ياكل دماغه. اومي كيغضب بزاف. كيوقف القطار وكيجمع اندو ورجالاتو وكيبدا يضرب فيهم كيسلاخهم وكيقضي عليهم كاملين. وما كيبقاش غير اندو اللي كيحاول يهرب من القطار، ولكن اومي كيشدو وكيقضي عليه. ومن بعد كيشد لانك وكيبدا يضربو حتى كيقول ليه قول لي الحقيقه واش كاينه شي حاجه بين كيسو ودولي. كيرد عليه لا، ولكن هذه هي اللي بغيتي تسمع. الا كنت مستعد تسمع الحقيقه غادي نقولها لك. كيقول ليه شنو هي. كيقول ليه نهار كنت ناعس حدا كيسو كان كيحلم بدولي. وكيقول لها حبنا خاصو يبقى حتى من بعد ما تزوجي. هنا كانت الصدمه الكبيره بالنسبه لاومي. وكيقول ليه بغيت غير دليل واحد على حبهم باش نقتلهم بجوج، ولا ما جبتيش لي الدليل غادي نقتل لك انت. ومن بعد كيمشي. اما لانك فكان فرحان حيت قدر يضحك عليهم ودمر الثقه اللي كانت بيناتهم. ومن بعد كيبداو يوجدوا العرس وكيسو مستغرب علاش اومي تبدل معاه ومعتقد ان السبب هو المشكل اللي وقع مع راجو داك الراجل الاخر. ما عارفش ان لانك هو اللي كيلعب بيهم كاملين. وفي هذه اللحظه كيطيح ليه التليفون وراجو كيلتقطوا وكيلقى بيلو حبيبته كتعيط ليه وكتسولو على كيسو. وهذه كانت الفرصه الذهبيه ليه. وكيقول لها الصراحه راه في الغرفه مع وحده وما نقدرش نقول لك اكثر من هكا. هكا خلى الشك يسيطر عليها هي حتى هي. اما دولي فكانت في غرفتها كتبكي حيت كانت حاسه ان راجلها تبدل عليها وما فاهمه حتى شي حاجه. ولانغ واقف كيهضر معاه وكيقول لها ما موقع ما خاصوش يعاملك بهذه الطريقه. وفي هذه اللحظه كتدخل خدامه اومي وكتحاول تهدي الاوضاع وكتقول لها انا غادي نهضر معاك. تولي عند اومي وكتقول ليه شنو واقع، خاصك تقول لي شنو اللي داير في بالك. كيقول لها ما قدرتش نخرج كلام با من دماغي ملي قال لي بنته غادي تكون سبب في هلاكي، واذا قدرت تخدع با يمكن تخدعني حتى انا. وجد راسو كيمشي يحضر العرس وكيقول لانك الا ما جبتيش لي الدليل غادي تعصبني. ومن بعد كيمشي وراجو كيرجع للتليفون لكيسو باش تكمل الخطه وكتسالي مراسم العرس وكيرجعوا للدار. ولانك كيكمل لعبته وكيخلي راجو يجيب بيلو حتى قدام غرفه كيسو وكيقول لها راه هو لداخل ولكن ما عرفش شكون معاه. ومن بعد كيتصل بكيسو وكيقول ليه حبيبتك كتقلب عليك. كيسو كيرد انا كنبغيها بزاف كل نهار كنتمنى نبقى معاها. ولانك كيحل الميكرو كيخلي اومي يسمع ويوهموا ان كيسو كيهضر على دولي. ومن بعد كيكمل كيسو وكيقول ما عرفتش واش من بعد الزواج غادي نبقاو كنحبوا بعضياتنا هكا ولا لا. هو اصلا كان كيهضر على بيلو لكن لانك قلب المعنى كامل وخلى اومي يظن انه كيهضر على مراته. في نفس الوقت بيلو كتدخل لغرفات كيسو وكتقول انت خاين. هو ما فاهم حتى شي حاجه كترمي ليه السوار في وجهه وكتخرج. ومن بعد لانك كياخذ اومي وكيهزو لغرفه كيسو وكيلقاو السوار تما. وهنا اومي تاكد باللي مراته كتخونو مع كيسو ما عارفش ان كل شيء مدبر من طرف لانك. كيقرر يقتلو فعلا كياخذ راجو وما كيعرفوش فين كاين. من بعيد لانك كيطلق عليه رصاص حدا القلب وكيطيح مصاب وراجو كيحاول يقضي عليه من قريب ولكن كيخاف وكيهرب. اما دولي كتفيق مفزوعه وكتلقى راجلها قدامها هو كيرمي ليها السوار. كتقول له فين لقيتي فكيقول لها حبسي التمثيل انا عرفت كل شيء انت عاشقه كيسو كنتي عنده بهذا السوار. وهي كتبكي ومصدومه هاد راجلها جاك فيها. هو كيخنق حتى كتموت بين يديه ومقتنع انه غسل عارو بيدو. وفي هاد اللحظه كتجي الخدامه ديالو كتشوف المنظر وهي مصدومه وكيقول لها ما خدعت با اكيد كانت غادي تخدعني. وكيرمي السوار فوق الجثه ولكن الخدامه كتقول انا اللي خديت السوار من غرفتها. هنا كيفهم ان كاين شي حاجه خايبه. حتى كيجي لانغ وكيقول ليه خاصنا نخبيو الجثه ولكن كتظهر حبيبته اللي هي خدامه اومي وكترمي السوار في وجهه وكتقول ليه هو اللي سرقوا منها وبيه خلى اومي دمر حياته ومراته وحتى كيسو. كيقول لها سيري من هنا دابا ولكن اومي كيطلب منها توقع وباغي يعرف علاش دار هادشي كامل وعلاش دمر حياته بهذه الطريقه. لانغ ما كيقدرش يجاوب وكان اومي غادي يقتلو ولكن كيخليه وكيمشي وهو مصدوم حيت غلطه وحده دمرات ليه كلشي. ومن بعد كيرجع لدارو ولكن الخدامه كتكون كتسناو. اول ما فتح الباب ضرباتو بالسكين اللي كانت عندها وكتسالي عليه وكيطيح قدام الباب وكيطلع فيه الروح. ومن بعد كتخلص من الجثه. اما اومي كيجلس حدا جثه مراته اللي ظلمها وما قادرش يصدق انه هو اللي دمر حياته وقتلها بسبب الغيره والشك ديالو. وفي هذه اللحظه كنعرفوا ان كيسو ما ماتش حيت الرصاصه اللي جات غير في كتفو ماشي في قلبه. وراجو خاف يكمل عليه وهرب ولهذا قام ورجع لدار اومي وتصدم ملي شاف مراته مقتوله وما فهم والو من داكشي اللي وقع. كيشد سلاح وكيقول غروري وعدم ثقتي في راسي دمروا كلشي. وفعلا بحال ما قال باها
هي كانت السبب في نهاية شي دماري، كيطلق على راسو رصاصة في قلبو، كيطيح ميت حداه بسبب الغيرة. ساعد واحد من المساعدين ديالو قدر يدمر حياته كاملة في النهاية. وحتى لهنايا كيسالي الفيلم ديال اليوم. اذا كنتي باغي تدعمنا ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناه الا ما كنتيش ما مشتركش، وتفعل الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد. كان معكم اسامه، نتلاقاو في فيديو جديد.